الكاف بيزف خبر سار جدا للنادي الاهلي وجماهيره العريضه في كل مكان قبل نهائي بطوله افريقيا، وكولر بيجدد الثقه في جميع لاعبي النادي الاهلي وبيجمد الصفقات لحد 12 يونيو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي الغاليين وحلقة نارية بقى جديدة من حلقات كابتن سيكو. قبل ما نبدأ في حلقتنا النهاردة كده، لو ما اشتركتش في القناة انزل بسرعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش بقى أحلى لايك، افعص بصبعك كده زرار اللايك خليه ينفجر. عايزين نوصل بالحلقة دي ل 10,000 مشاهدة و1000 لايك بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي كده على حبيبك النبي. واول موضوع في حلقتنا النهارده وهو زي ما بقول لك كده، الكاف اخيرا الكاف بيزف خبر سار جدا للنادي الاهلي وجماهيره قبل نهائي بطولة افريقيا. خليني اقول لك ان في فرقة اسمها سان داونز، كلنا اكيد عارفينها طبعا. الواد بقى مكوينة مدرب سان داونز ده، والعيال اللي هم ولاده اللي هم الفرقه بتاعت سان داونز دي اللي هم عاملين يا جماعه كده زي ياجوج وماجوج، عمالين بياكلوا الاخضر واليابس محدش عارف يوقفهم. كلنا عارفين ان سان داونز اصلا الماتش الاولاني في نص نهائي بطوله افريقيا كان في المغرب، وكانوا بيلعبوا ب9 لعيبه وتعادلوا مع الوداد المغربي 0-0. فعندك طبعا بنسبه كبيره جدا، طبعا الكره ما فيهاش مستحيل، ولكن بنسبه كبيره جدا سان داونز في النهائي، خصوصا ان هو بيستدرك كل خصومه في ملعب بريتوريا الساعه 3 العصر في عز الشمس، وهاتك يا ضرب وهاتك يا ضرب. وطبعا يعني بص على الله بقى، على الله. ففرقه بقى باشا سان داونز دي واداره سان داونز دايما بتستغل عامل الوقت، دايما بتستغل عامل الوقت اللي هو الساعه 3 العصر. اي فرقه بتلاعب سان داونز لازم سان داونز تقول لك انا عايز العب الساعه 3 العصر، بغض النظر عن امكانيه لعيبه سان داونز اللي هم طبعا يعتبروا السنه دي طبعا فرقه جباره جدا، وطبعا مرشحين للفوز بالبطوله. بس على مين؟ ان شاء الله الاهلي موجود يا باشا. فطبعا الفرقه دي على الرغم ان هم جامدين جدا الا انهم بيستغلوا عاملين مهمين جدا. اول حاجه عامل الجمهور، طبعا سان داونز في الماتشات الكبيره بيفتح الاستاد برنس وبيدخل كل الجماهير ببلاش. الناس دي مش عايزه فلوس، الناس دي عايزه البطوله. تاني حاجه طبعا المعلومه بقى اللي انا عايز اقولها لك، بريتوريا دي في جنوب افريقيا بترتفع عن مستوى سطح البحر بكيلو ونص. عارف يعني ايه كيلو ونص؟ يعني يا باشا اختناق. كمان الرطوبة بتوصل ل 90%، 90% الرطوبة مع ارتفاع كيلو ونص عن مستوى سطح البحر. فأي فرقة بتروح هناك مع 3 العصر فدي الفرقة يعني بيجي لها اختناق، اللعيبة ما بتقدرش تكمل. لعيبة سان داونز واخدة على الأجواء دي واخدة على الجو ده، فبتقدر تكسب بكل سهولة. الفرقه دي بتقدر تكسب بكل سهوله. واحد يجي يقول لي يا عم انت عمال ترغي ويمين وشمال وصن داونز، فين يا عم الخبر؟ خد يا باشا الخبر اهو. كاف النهارده اخطر صن داونز بان ان ماتش النهائي مش هينفع يتلعب الساعه 3 العصر وتلعب يا برنس عادي بالليل زيك زي اي فرقه. خصوصا على فكره ان جنوب افريقيا طبعا من ساعه ما نظمت كاس عالم 2010 وهي كل الملاعب بتاعتها جاهزه وعلى اتم استعداد انها تلعب في اي وقت. كشافات واضواء موجوده، الملعب زي الفل، الدنيا تمام. ليه يا باشا الساعه 3 العصر؟ يبقى الساعه 3 العصر علشان ايه يا برنس؟ علشان ايه الموضوعين او العاملين اللي بيستغلوهم دايما سان داونز، اللي هو ايه؟ طبعا الرطوبه، ارتفاع مستوى سطح البحر، الجمهور. 3 العصر اي فرقه بتلعب قصادهم يا عيني بتموت يا جماعه. فدلوقتي كاف اخطر سان داونز، قال لهم لو وصلتوا لنهائي بطوله افريقيا الماتش اللي هيتلعب على ارضكم مش هيبقى الساعه 3 العصر، ده هيبقى بالليل. تفتكر ان اصلا كاف قال كده لسان داونز حبا في النادي الاهلي؟ لا خالص. لحسن واحد يطلع تاني ويقول لي ايه؟ شفت؟ مش انا بقول لك ان النادي الاهلي ده الفتى المدلل للكاف؟ هو النادي الاهلي الفتى المدلل للكاف، عشان كده بص بيقول له سان داونز بص ما تلعبش الصبح، العب بالليل. لا يا باشا، الكاف مفيش الكلام ده خالص، ولا عشان عيون الاهلي. الكاف اخطر سان داونز بالكلام ده علشان ايه؟ علشان الدعايه والتسويق للماتش. حاجه ليها علاقه بالاعلانات وحاجه ليها علاقه بالتسويق، ليس الا. الكاف اختارهم ان انتوا لازم تلعبوا بالليل علشان حاجه معينه ليها علاقه بالاعلانات والتسويق، مش حاجه ليها علاقه خالص بالنادي الاهلي يا جماعه. علشان ما حدش يضحك عليكم ويقول لك شفت اهو الكاف بيساعدكم، كنتوا بتلعبوا 3 العصر دلوقتي هتلعبوا مش عارف الساعه 7 ولا 8 بالليل. انسى يا باشا، ما تصدقش اي حاجه من الحاجات دي. طبعا ان شاء الله الاهلي علشان تبقوا عارفين اتعلم من اخطاء
اللقاء الماضي الاهلي ان شاء الله بعون الله طبعا بنسبه كبيره جدا وصل للنهائي هو وصن داونز، فان شاء الله الاهلي لو هيلعب النهائي ان شاء الله في بريتوريا هناك، طبعا بغض النظر ان هو هيبقى بالليل، النادي الاهلي هيروح قبل الماتش باسبوع 10 ايام علشان يتاقلم على الجو، لان من احد العوامل اللي اثرت على اداء النادي الاهلي ان هو راح قبل الماتش ب3 ايام، وده ما ينفعش. بقول لك هناك الجو رهيب، فلازم تروح قبلها باسبوع علشان تتعود على الاجواء دي. تمام؟ طبعا ده في حالة ان خلاص بقى الكاف قرر ان هو خلاص هيلعب بالليل. طب لو الكاف تواطأ ومشاها كوسة وصن داونز اقنعه ان هو يلعب 3 العصر، برضو الاهلي هيروح قبل الماتش ب10 ايام، وكمان الاهلي هيطلب انه يلعب ماتش من ال3 ماتشات اللي هيلعبهم في الدوري بعد ماتش الترجي، الاهلي هيطلب انه يلعب الماتشات دي الظهر. والاهلي طبعا كولر هيبتدي يعود اللعيبه على الاجواء بتاعه الظهر دي، وعلى الاجواء على اللعب في الشمس، والتمارين كلها هتبقى في وقت الذروه بتاع الظهر ده علشان اللعيبه تتاقلم وتتعود. النادي الاهلي زي ما قلت لك هو ملك افريقيا، النادي الاهلي يدار باحترافيه، فما تقلقش يا برنس خالص. لعبوا 3 العصر احنا بعون الله قدها، لعبوا الساعه 7 8 المغرب برضو بعون الله قدها. خلص اول موضوع في حلقتنا النهارده، هاخدك بسرعه على الموضوع الثاني واللي هو برضو ليه علاقه بالموضوع الاولاني. الموضوع الثاني هو ايه؟ الوقت ده يا جماعه المفروض ان السماسرة ووكلاء اللاعبين بيحضروا او بعتوا فيديوهات لمارسيل كولر علشان يبتدي يبص على اللعيبه، علشان مين؟ الانتقالات الصيفيه لمين؟ للنادي الاهلي. اوعى بقى تفكر او اوعى تصدق اي حد بيقول لك ان دلوقتي النادي الاهلي بيفكر في اللاعب ده وفي اللاعب ده والحق مش عارف ايه والحق. مفيش يا باشا الكلام ده. كولر جدد الثقه في اللعيبه، ودي حاجه تتحسب لكولر. عايز اقول لك معنويا كولر لازم يوصل للعيبه كلها ان اللعيبه كلها قد المسؤوليه، لازم يوصل للعيبه كلها ان هو معتمد على السكواد بتاع الاهلي كله، مش معتمد على لعيبه معينه، معتمد على السكواد كله. واوريدي الناس اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده دي قدها في كل المراكز. علشان كده قال يا جماعه انا بجمد الصفقات. خليك عارف ان المفروض الماتش النهائي هيبقى 11/6 لحد 12/6 باذن الله. كولر هيبتدي يبص على الفيديوهات، انما قبل التاريخ ده كولر جمد الصفقات، وقف فيديوهات، طلب من كل وكلاء اللاعبين والسماسرة محدش يبعت له اي حاجه علشان يركز، ثم التركيز في ايه؟ في نهائي بطوله افريقيا. لان خلي بالك ان دي هتبقى حاجه كبيره جدا في السي في بتاع مارسيل كولر، وال11 اللي هي بطوله افريقيا ال11 دي هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. واللي اكتر من ده ان شاء الله لو ربنا اراد وخدناها من صن داونز على ملعبهم، دي هتبقى اكبر واكبر واكبر. كل الحاجات دي مارسيل كولر عامل حسابها ومهيئ اللاعبين نفسيا وذهنيا وبدنيا علشان المعركه دي يا جماعه. وبالتالي هو جمد كل الصفقات وقال انا مش هتكلم في اي حاجه، انا اللعيبه اللي موجوده دي كلها زي الفل وتمام، وانا بعتمد عليهم كلهم لحد ان شاء الله ما نعدي من نهائي بطولة افريقيا. ودي تبقى فرصة كويسة جدا لكل اللعيبة انها تثبت نفسها، علشان لو حد حاسس ان هو هيمشي ولا حاجة، لا لسه قدامك فرصة ان شاء الله تعوض، وان شاء الله تقعد، وان شاء الله نكسب بطولة افريقيا، وان شاء الله ناخدها من صن داونز على ارضهم ووسط جماهيرهم، وبالتالي هيبقى ليها طعم ومذاق خاص علشان تسكت يعني لا مؤاخذة شوية الناس التانية اللي بتقول لك 5 و3 و4 و2، رغم ان الناس التانية دي لا مؤاخذة واخدة 5 و3 و6، بس على الله بقى. وميعين هم مش مركزين في مشاكلهم ومركزين مع الاهلي وعمالين يشجعوا كل فرق القارة، والحمد لله رب العالمين الاهلي بيكسب. طول ما هم بيشجعوا باقي الفرق القاره الحمد لله الاهلي بيكسب. احنا مش عايزين حد يشجعنا، جماهير الاهلي كفيله ان هي تشجع فريقها وان هي ورا فريقها لحد يا باشا بص المحيط. خلصت حلقه النهارده. لو وصلت لحد دلوقتي في الحلقه وعجبتك الحلقه بالله عليك ما تنساش بقى تضغط احلى لايك يا جماعه علشان تدعم اخوك الاهلاوي، والمحتوى ده والقناه دي مش هتكمل غير بيكم وليكم. اشوفكم على خير وحلقه جديده. سلام.